السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كرام العيدي في حلقة جديدة. حلقة النهاردة بعنوان وطنية ميدو والأهلي والمهاجم والعشق الممنوع. بداية طبعا كلنا يمكن شفنا الكابتن أحمد حسام ميدو، طلع الأسبوع اللي فات بيزايد على الأهلي وبيقول إن مصر فوق الجميع والأهلي مصر أهم من أي حد. مصر أهم من الأهلي والزمالك ومارسيليا على حسب ما قال يعني، والكلام ده ان المفروض اللعيبه في مصر اهم من لعيبه الانديه. والكلام ده لو على الاهلي او على الزمالك او على مارسيليا او اي حد. طبعا الكلام بيتكلم يعني يعني الموضوع ميدو كان بيتكلم علشان طلب الاهلي بان المنتخب ما يضمش اربع لعيبه، الاربعه اللي خدهم اللي هم الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطيه. طلب الاهلي طبعا لاول مره الاهلي يطلب من المنتخب ما يستدعيش اللعيب بتاعته بعد المواقف الوطنيه لا حصر لها، يعني مش هنجتزئها. حتى في البيان بتاع الاهلي بتاع الموضوع بتاع كاس العالم اللي الاهلي شارك فيه، وفي نفس الوقت كان المنتخب بيلعب في افريقيا والاهلي لعب كاس العالم بدون اللعيبه بتوعه. في وقت احمد مجاهد قال لك ليس كل ما يعرف يقال، والاهلي راح بدون اللعيبه بتوعه، قدر يكسب مونتيري ولعب المباراه تاني بالميراس برضو من غير اللعيبه، وما لعبش يمكن بالقوام بتاعه الا في مباراه الهلال اللي كسب بها 4-0 وطلع ثالث، رغم انه كان بيلعب بدون اللعيبه الدوليين. ولا برضو الموضوع بتاع المنتخب الاولمبي لما في الاولمبياد لما استدعوا اللعيبه بتاعت مصر، اللعيبه الكبار يعني كان من ضمنهم الشناوي، وتسبب الموضوع ده في اللعيبه اللي بتاخده من الاهلي ان الاهلي خسر الدوري في الموسم ده. ما هياش مزايده من الاهلي ان مواقف الاهلي كتيره جدا، لكن احنا بنتكلم عن موقف واحد بس للكابتن ميدو. كان فين الكابتن ميدو؟ كان فين الوطنيه بتاعته لما الزمالك خد من المنتخب او لما خرج من المنتخب محمد الشناوي وزيزو، خرجوا من معسكر المنتخب عشان يلعبوا إليكت تشاد. إليكت تشاد في او إليكت تشادي في دور ال 64. طبعا الناس اتكلموا على النقطه دي كتير قوي، لكن ما فيش حاجه، الناس للاسف ما راحتش النقطه اهم من كده. ان مباراه إليكت تشاد كانت موجوده في وقت ما كانش متعارض مع مباراه المنتخب، لكن لان اتحاد الكره كان مصمم ان الزمالك يلعب مباراه كاس لوسيل، فتدخل هاني ابو ريده عشان ياجل مباراه إليكت تشاد. وكان قصاد كده انها تلعب في الاجنده، موافقه الزمالك ان هم موافقين ان تلعب في الاجنده الدوليه، مع الاجنده الدوليه يعني نلعب بغير اللعيبه الدوليين. وعشان مباراه وديه اللي هي كاس لوسيل راح يلعبها، فلاعب مباراه اتاجلت مباراه إليكت تشاد. لعب في الوقت الاجنده الدوليه المفروض كان يلعب من غير الدوليين، لكنه خد اللعيبه بتوعه اللي هم كانوا زيزو والونش، خرجوا بسبب حازم امام طبعا المشرف على المنتخب. النهارده احنا الاهلي بيلعب في مباراه مهمه جدا اللي هي بطوله كاس السوبر، ما هياش دور 64 مع فريق تشاد، مع احترامنا ليه يعني. لو بني عبيد لاعب إليكس تشاد هيقدر يعديه يعني يتخطاه. بالاضافه ان انت عندك في دور 64 مباراتين، يعني حتى لو اخفقت في مباراه تقدر تعوض في المباراه الثانيه. لكن السوبر انت بتلاعب بطل الكونفدراليه، كونفدريشن كاب، بطل الجزائر اتحاد العاصمه، وفي مباراة واحدة، يعني وارد ان انت ما تكونش متوفق في المباراة دي فتخسر، يعني ده مباراة واحدة. لكن كابتن ميدو قال لك مصر فوق الجميع طبعا هنا مع الاهلي، لكن مع الزمالك ما كانتش فوق الجميع ولا حاجة. اما عن المهاجم الاهلي، زي ما بيقول الاهلي والمهاجم والعشق ممنوع. بداية عشان خاطر ما اطولش عليكم، يعني قصة المهاجم هو لغايه دلوقتي مفيش حد عنده خبر اكيد، لكن في تاكيدات من مجلس الاداره ان في مهاجم، وفي شواهد يمكن بتقول كده. اولها كانت ان انت بتمشي محمد شريف، توافق على محمد شريف يمشي حتى لو ما كانش هيجدد يعني، فمش معقول تمشيه وانت ما عندكش مهاجم تاني يعني. بالاضافه لانك انت مشيت احمد القندوسي، فانت لو هتستنى ليناير زي ما في كلام بيتقال ان انت كنت تستنى ليناير عشان تاخد سوزا فري، فما كنتش مشيت احمد القندوسي، كان قعد معاك القندوسي كان قاعد معاك الست شهور دول لغايه شهر يناير، وبعد كده في يناير يحلها الحلال يعني. فاعتقد ان الاقرب ان الاهلي هيجيب مهاجم، مين هو بقى الله اعلم يعني، ونتمنى ان نخلص من الدوشه دي ومن الصداع ده.
اما عن قصه بقى ليه انا بقول ان الاهلي والمهاجم والايش عشق الممنوع، لان قصه المهاجم ما هياش وليده اليوم يعني. مشكله الهاجم هي بقى لها سنين في الاهلي، في مشكله في المهاجم، وهي بسبب بسيط جدا يعني ان الاهلي او اداره الاهلي او اداره صالح سليم، يعني باعتبار ان انا اللي انا شفته يعني صالح سليم وحسن حمدي ومن بعضهم الخطيب. طبعا انا ما شفتش التتش ده خط واحد يعني، التتش صالح سليم حسن حمدي وبعضهم الخطيب. اهم حاجه بالنسبه لهم ان انت بتدي فرصه للمدرب ان هو المسؤول عن كل حاجه. المدرب بتوفر له كل حاجه وهو مسؤول عن كل حاجه، عشان في اخر الموسم تقدر تحاسبه. ما بتحاسبوش بقى في الموسم، ما بتحاسبوش طول الموسم يعني، بتحاسبه في اخر الموسم لما يبدا في نهايه الموسم يعني اللي عمله. يمكن من وجود الخطيب زي ما قلنا بعد محمود طاهر، يعني السلسله اللي زي ما قلنا صالح سليم حسن حمدي خطيب، لما جه خطيب كان موجود المدرب في الوقت ده كان حسام البدري، وكان معاه مهاجم كان كويس في الوقت ده اللي هو وليد ازارو، كان هداف الدوري. اللي حصل يمكن ان رغم ان برضه نفس الخط ده زي ما قلنا بيميلوا للاستقرار، لكن حسام بدري اول ما جه خطيب النتائج كانت سيئه، وكان الاهلي على وشك الخروج من دور المجموعات. فمشي حسام بدري استقال وجه مكانه باتريس كارتيرون. يمكن نفتكر في الوقت ده الاهلي كان الازمه بتاعت تركي آل الشيخ، والاهلي كان جاب جوزيه جوميز، وبعد ما جه واتفقوا على كل حاجه مشي، فالاهلي جاب باتريس كارتيرون. طريقه لعب باتريس كارتيرون في الوقت ده ما كانش مناسب وليد ازارو. حتى هو يعني جاب كوليبالي كان باك، لكن هو كان بيحتاجه ساعات بيقدمه في اخر الماتش عشان يلعب بهيد. وليد ازارو ما كانش بيعرف يلعب بهيد، يمكن اتعلمها بشكل كبير يعني، لكنه برضه ما كانش هو المهاجم الهيدرز يعني. هو وليد ازارو بيعتمد على الاختراقات وعلى السرعه اللي كان بيعتمد عليها حسام البدري، ودي ما كانتش طريقه لعب باتريس كارترون. باتريس كارترون للاسف النتائج ساءت معانا. هو طلع من بطوله افريقيا، وبعد كده النتائج كانت سيئه جدا في الدوري، وللاسف ما قدرش يصمد حتى في بطوله العربيه، لان الخطيب كان قال له يمكن لو يعني تخطى بس مباراه الوصل وبعد كده هندعمك بلعيبه كتير يعني. للاسف خرج مباراه الوصل بعد ما تعادل هنا 2-2 وتعادل هناك في الامارات 1-1. فجه لاسارتي. لاسارتي كان مكمل معاه وليد ازارو، لكن للاسف لاسارتي في اخر الموسم رغم انه خد الدوري، نجح في خد الدوري، لكنه اخفق في بطوله افريقيا طبعا الهزيمه الثقيله امام صن داونز وقتها 5-0. بالاضافه لانه فشل في الصراع اللي كان حاصل في الوقت ده اللي بيراميدز اول ما اتنشأ، خسر منه مباراتين في الدوري وخسر مباراه في الكاس وطلع من الكاس، فكان لازم يمشي لاسارتي. بعد لاسارتي كان جه رينيه فايلر، وبرضه زي ما قلنا الاهلي كان رينيه فايلر كان جايبه كمشروع ان هو يكمل مع الاهلي على طول. رينيه فايلر كان محتاج مهاجم محطه، حد طويل بيلعب بهده كويس، بيريح للي جايين من ورا، الكوره بتلعب طويله من ورا بيريحها هو للوينجين، او الوينج اللي كان في الوقت ده كان متالق رمضان صبحي. ويمكن افضل وقت شفناه يعني رمضان صبحي كان مع رينيه فايلر، لان دي خطه لعب فايلر، كان بيعتمد على المهاجم المحطه اللي بينزل يستلم وبيسلم للوينجات. اللي حصل ان رينيه فايلر بعد كورونا حصل مشكله ان هو ما قدرش يكمل ومشي، بس في الوقت ده كان مشى وليد ازارو اللي ما كانش عايزه، ما كانش ينفع بالنسبه له، وكان جاب اليو بادجي كان لاعب فعلا، هو اللاعب المحطه، لاعب قوي بدنيا، لاعب يقدر ياخد كل الكور العاليه، بالاضافه انه كان بيخلص قدام الجون يعني، كان واحد لواحد بيعدي كويس، بيشوط كويس، بيلعب برجليه اتنين كويس، كان لاعب رائع يعني. لكن لسوء الحظ ان كان فايلر وهو بيلعب لما الاهلي طلع سان داونز حصل مشكله بين بادجي وبين موسيماني مدرب سان داونز في الوقت ده، اللي جه بعد كده بعد ما رينيه فايلر مشي جه الاهلي، فكان طبيعي انه يقول لك ان انا مش عايز ده، لان حصل مشكله بينه وبين اليو بادجي، بالاضافه ان طريقه اللعب برده ما كانتش تناسب موسيماني بيحب اللعب على الارض اكتر يعني. فبدأ يدور على مهاجم تاني، بدأنا بقى مع موسيماني وخطة البحث عن مهاجم تاني. كان بعد ما بادجي مشي والتر بواليا اللي منجحش. بعد كده يمكن بعد موسيماني اللي هو برضه كان حاجة غريبة جدا ان هو موسيماني نفسه كان مصمم انه عقد يتجدد، وبعد ما اتجدد هو اللي طلب يمشي يعني، او مشي ايا كان، معرفش ايه الظروف اللي مشي فيها ومشي، وكان الدور على
كولر لما جه كان المشكله برضو ان هو بيدور على المهاجم حاليا، يعني بيدور على مهاجم اللي هو بيعرف يلعب بهده كويس، وده كان موجود في موليكا بشكل كبير جدا، وبعده سوزا. عشان كده مش لاقي المهاجم، يعني هو مش فارق بالنسبه له قوي انه يكون بيلعب برجليه حلوه او يكون حريف او يكون بيشوط، او هو فكرته في المهاجم اللي بيلعب بهده. عشان كده يمكن جاب رضا سليم دلوقتي بيعمل كورسات كويس، وعنده معلول بيعمل كورسات كويس، فعايز واحد يلعب بهده. فعشان كده انت مع كل مدرب بتختار مهاجم جديد، يجي المدرب يمشي فالمهاجم ما بيناسبش اللي بعده. زي ما قلنا وليد ازارو ما ينفعش مع، كان حساب كويس مع حسام بدري لكن ما ينفعش مع كارترون او مع فايلر جاب بادجي ما ينفعش مع موسيماني جاب ولتر والله باليا ما ينفعش معاه. حاليا بيدور على حد بيعرف يلعب بهده. نتمنى طبعا ان الاهلي يجد ضلته في المهاجم اللي جاي، اللي اعتقد انه بنسبه كبيره جدا لازم الاهلي صعب جدا الاهلي يخش الموسم ده بدون مهاجم، او صعب انه يستنى ليناير على بال لما يكون ما يكون سوزا بقى فري. اعتقد ده اهم مكان في الفيديو. ولو عجبكم الفيديو ما ننساش لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.